السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم حبيباتي؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اليوم جيتكم بوصفة الكسكسي او الطعام الجزائري بطريقة بسيطة جدا وكما تربينا عليه وعلى جدودنا. ان شاء الله تعجبكم الطريقة وتعتمدوها. طريقة سهلة خلاص بسيطة للناس اللي يحبوا ياكلوا الطعام او الكسكسي واول مرة يجربوه، حتى لو كان متعودينش ديروه، وناجح جدا. واصرار ان البربوشة تاعك او الطعام او الكسكسي تاعك يكون طب وطري ويكون كيلو قطن. اول حاجه هنايا كما كتشوفوا ربينا البصل كميه معتبره، لازم تكثري البصل باش يزيد لك في البنه. وهنا نزلنا يعني باللحم والبصل، يعني كما يقولوا الكسكسي عراسي. حطينا في الماء وحطيت الفلفل الاسود والملح، وحطيت راس حانوت فقط، ما كترش توابل. وكاين يحطوا غير فلفل اسود وملح. اذا حبيتي تكثري التوابل حطي التوابل اللي تحبوها. وهنا الطماطم تاعي عندي كانت عندي مسكجفه او كما يقولوا عصير الطماطم، طماطم حب يديها طعم ما شاء الله. وكاين يديروا البربوشه او الطعام ابيض، يعني احنا نحبوه يعني بالطماطم يجي بنين بزاف. وجربوا الطريقه تاعي ان شاء الله تعجبكم. ديروا كل شيء كيما هكذا في الماء، البصل الطماطم اللحم الفلفل الاسود اللي راني حطيت نوريه لكم، وراس الحانوت والملح. وحطي ملعقتين او 3 يعني تاع زيت، وخلي اللحم تاعك وهذاك البصل والطماطم والتوابل تاعك يطيبوا مع بعض. وهذه الطريقه اللي اعتمدوها في العراس، يعني يديروا كل شيء كذا في الماء كما كتشوفوا. وهنا زدنا الزيت، طبعا كميه تاع الزيت يعني 3 مغارف حوالي كبار، لان هنا كما نقولوا القدره تاعي راهي كبيره. ما تنسونيش بنات تحطوا لي الجيم تاعكم اللي يفرحني بزاف ويخلي الفيديو تاعنا يرتفع وقناتنا تكبر بكم وليكم ان شاء الله. شجعونا باش الفيديوهات اللي تكون جايه تكون احسن واحسن ان شاء الله. اكتبوا لي تعليقاتكم، واكتبوا لي خليوا تعليق حلو كما نتوما، واقتراحاتكم في التعليقات، وربي يديمكم نعمه في حياتي ان شاء الله. حطيت راس الحانوت فلفل اسود والملح، نقلب كل شيء مع بعض. وطبعا هذه القدره ما مانيش راح نفور فيها عفوا الطعام تاعي، لان راهي معمره يعني كما تشوفوا. زدت لها هنايا ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره. وهنا خلاص القدره هذه دوك نقفل عليها ونخليها. اذا عندك كاكوت مينيت تستعملي كاكوت مينيت. الصراحه عندي، لكن اللحم هذه يعني لحم صغيره ماشي كبيره، يعني طيب في الساعه. المهم كما راكم تشوفون نرجعوا البربوشه تاعنا. الطعام تاعي هنا اليوم راهو المتوسط، يعني ماشي داك الرقيق خلاص. الكسكس داري هذا راهو روعه البنات، الناس اللي ساكنين هنا في فرنسا يعني صراحه هذا من احسن يعني الكسكسي اللي استعملته هنايا. المهم كان عندي كميه كما راكم تشوفوا زدت عليها كيلو، يعني حوالي كيلو ونص تاع الطعام. يعني كي ندير الكسكسي نحب نديرو صباح وعشيه، يعني مره واحده كما يقولوا ولادي يحبوه، ما نديروش كل مره. كي نديرو كميه ما شاء الله، وممكن نخرجوا منه يعني كما عم بالكم. اذا جينا نشموا ريحه ولا حاجه يعني ماشي خساره، تخرجي صحيين كيما هكذا. وربي يجعله في ميزان حسنات جميعا. حطينا الملح، حطينا الزيت في الطعام تاعنا، ودوك نفوروا كما كتشوفوا. التفويره الاولى غير ملح وزيت، ونخلطوا كل شيء مع بعض كما هكذا. وبعد ما يفور التفويره الاولى نجيبوا الماء غليان، وطبعا تقطع مني المقطع للاسف، ونزلي على هذاك الطعام تاعك والكسكسي تاعك كي تفور الفوره الاولى بالماء الغليان في الكسكاس حد ما اللي يخلي الطعام تاعك كي القطن يكون طري وبيض لونه ما شاء الله. شايفين اللون كيف يتبدل. نحطوا قطعه تاع زبده كيما راكم تشوفوا، او سمن اللي حبيتي ندير زبده، وندلك مليح بشويه ماء كيما راكم تشوفوا. المهم ونديروا التفويره الثانيه ونزيدوا التفويره الثالثه. انا نفور الطعام تاعي 3 مرات. السر كيما قلت لكم باش يرجع لكم كي القطن كيما قلنا هكذا. تحطي ماء سخون غليان كيما يفور الفوره الاولى، وتدلكي بيدك كيما هكذا تجيك البربوشه او الطعام ما شاء الله. الكسكسي تاعك حبه بحبه وطري كي القطنه ما شاء الله. المهم تكملي هيك بالطريقه هذه، ومن بعد ديري التفويره الثانيه. وطبعا اللحم تاعك قطعنا الجزر، انا درتها بزروديه او جزر، والقرع كيما نقولوا حنا جريوات. واذا عندك اللفت زيدي اللفت، درت ثاني بالقرعه. المهم حطي الخضر اللي تحبيها واللي ياكلوها ولادك. انا درت المستعمل هذه تاعي، والصراحه جا طعام ما شاء الله. ان شاء الله جربوا الطريقه تاعي بسيطه، فكره بسيطه خلاص كيفاش تخرجي وكيف تحطي له الماء الغليان هذاك اللي يخليه طري كي القطن. وان شاء الله يعجبكم بزاف. شوفوا البنات كعبه وكل حبه بحبه كما يقولوا ما شاء الله تبارك الرحمن. ما تنسوش صلوا على الحبيب المصطفى. ودوك نشوفوا النتيجه. قلت لكم فوروا 3 مرات. النتيجه كما راكم تشوفوا الطعام تاعنا راهو جاهز ما شاء الله. نحب
كنحبوا كي نديروا الطباق التقليديه تاعنا ناكلوها في طبق تقليدي ومع بعض لما ما شاء الله. هذه هي البنه وهذا هي سر يعني البنه كي الاكلات التقليديه تاعنا الجزائريه نتلموا عليها ما شاء الله. والف هنا على يداكم، وان شاء الله تجربوا طريقتي وتعجبكم وتكتبوا لي في التعليقات كل وحده فيكم الطريقه اللي تعتمدها. طبعا كاين شحال من طريقه للطعام والكسكسي تاعنا، هذه الطريقه اللي نعتمدها اكثر واللي يحبوها ولادي. وما منعش تكتبوا لي في التعليقات طرق مختلفه ونجربوها ان شاء الله مع بعض، واقتراحات الفيديوهات القادمه ان شاء الله. القناه قناتكم ومن غيركم ما تسوى والو. ربي يديمكم نعمه في حياتي، ما تنسوناش من دعواتكم من لايكاتكم او الجيم نتاعكم. واذا عجبكم الفيديو وصلتوا معي لحد الان ما تنسوش تبارطاجيوه مع ناسكم واهلكم ان شاء الله. ونشوفكم في فيديو احسن من هذا باذن الله، ونخليكم في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.